السلام حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم بخير وعافية. اليوم رجعنا بموضوع جدا جميل، موضوع مفيد مثل ما تعودنا دائما نتناول المواضيع المفيدة اللي تنفع الأسرة وتنفع العائلة بوجه عام وتنفع الشباب والأم. نتناول كل ما هو في فائدة في حياتنا اليومية، ونتطرق عند مسألة معينة ونقف عندها ونحاول انه نسلط الضوء عليها، سواء كانت هذه المسألة صغيرة او كبيرة من حياتنا اليومية، نتناولها بشكل جميل. واللي يعني يحب يطرح اي سؤال او نناقش هذا الموضوع، ايضا احنا راح نكون متفهمين لكل هذه الاسئلة اللي تدور في بالنا. اليوم احنا راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، بما انه احنا على ابواب العطلة. مثل ما تعرفون حبايبي، الكل اكمل الفصل الثاني، ويعني الحمد لله اخذ نتائجه، واللي كان مجتهد ودارس اكيد راح تكون النتائج يعني درجات عالية، واللي ما قدر يدرس او كانت عنده مشكلة معينة ما حاول انه يبذل جهد كبير، اكيد راح يعوضها في الايام القادمة. ايضا راح يكون هناك فصل ثاني وسمستر للجامعات والكليات، راح يقدرون يبينون يعني جهودهم ومهاراتهم. اذا اليوم عندنا موضوع جدا مهم، بما انه احنا مقبلين على العطلة الصيفية ان شاء الله بعد شهر او شهرين في بعض الكليات وبعض المدارس. حبينا انه نعطيكم نبذة عن ما هو يعني متبع في دول العالم، وايضا السمستر اللي هو النظام العالمي والدولي في جميع المدارس والجامعات. لاحظ انه اكثر الدول ما تحاول انه تعطي عطلة طويلة للطلاب، يعني نلاحظ انه هم ما يمتلكون عطلة سوى شهر او شهرين يعني في اكثر الاحيان. لماذا؟ لان دائما يسلطون الضوء على انه تكون العطلة قصيرة جدا، يعني مو عطلة طويلة يتمتع بها الطالب وما يعرف شنو يسوي ويكون عنده فراغ طويل. بالعكس تكون العطلة قصيرة جدا، لا تتعدى بضعة أيام أو أسبوع أو أسبوعين في بعض الأحيان. البعض اللي هم تكون دراستهم مكثفة كالدراسات الطبية والاختصاصات العلمية. لماذا؟ لأن يكون برنامجهم مكثف، فيحاولون أنه تكون العطلة جدا قصيرة، ما يعطون عطلة طويلة للطلاب، يعني حتى أيضا ما يكون المنهاج الدراسي يعني متفاوت، يعني يدرس الطالب فترة طويلة وبعدين ياخذ عطلة طويلة. راح يكون المادة العلمية تكون غير يعني متناسقة أو ما مترتبة، راح الطالب يمكن ينسى الكثير من المواد، فيحاولون تكون العطلة جدا قصيرة حتى أيضا يكمل الطالب المنهاج، وأيضا تكون عنده هناك فرصة أن يراجع الدروس اللي متأخر بيها. إضافة إلى هذا إن هم ما يشجعون إن يكون وقت فراغ طويل عند الطالب. حبايبي، هاي هي المسألة اللي نحب إحنا نتطرق لها ونقف عندها، إنه الوقت الطويل لدى الطالب يجعل من الفراغ الطويل يجعله إنه يعني يسلك أشياء مو محبذة. قد يكون هذا الفراغ يؤدي إلى إنه يفكر بأشياء غير جيدة، يعني مثلا يذهب إلى طريق ثاني. فمهمة الأهل، مهمة المدرسة، مهمة النوادي الاجتماعية إنه تساعد الطالب على إنه ينظم هذا الوقت الفراغ العطلة. مثلا نلاحظ إنه الطالب عنده وقت فراغ قد يكون 3 أشهر أو أكثر، يعني في بعض الأحيان وبعض الدول والمدارس تكون عطلة طويلة، فما يستطيع الطالب إنه يعني ينظم هاي العطلة، ما يعرف ماذا يفعل، فقد يتجه إلى الشارع، وهذا شيء جدا خاطئ. يعني يكون هو في عرضة إلى أنه يتعلم أشياء غير صالحة، مثلا يتعلم التدخين، يتعلم شو اسمه الأشياء الغير هي جيدة المضرة بصحته، أيضا ينحرف.
فإحنا دائما لازم نكون مع الطفل، مع المراهق، مع البالغ في كل مراحل حياته. فدور الأسرة هنا، دور الأم، إنه تعمل برنامج منظم للطالب، للطفل، للطالب أيضا بالكلية بالجامعة، حتى ما يكون عرضة إنه يكون عنده وقت فراغ، يعني يذهب إلى أصدقاء السوء اللي يعلمونه أشياء غير صالحة، مثلا يعلموه الإدمان، يعلموه الأشياء الخطرة اللي هي كلها راح تكون نتائجها سلبية على الأسرة وعلى المجتمع في نفس الوقت. إذن هنا دور المدرسة إنه تنصح الطالب يذهب إلى هوايات مفيدة كلعبة كرة القدم، الشطرنج، إلى المطالعة، إلى العمل. مثل هو في الجامعة في العطلة الصيفية اللي هي قد تكون 3 أشهر في بعض الدول وفي بعض الجامعات والمدارس، نحاول نشغل هذا الطالب من عمر 16 سنة، نلاحظ أنه نجعله يعني شخصيته مستقلة، يذهب إلى العمل. أيضا راح هنا يوفر مبلغ حتى يساعده على إكمال دراسته، وفي نفس الوقت إحنا راح نمنع الطالب منه ينخرط في أماكن غير محبذة، أماكن هي غير صحية، يعني غير صالحة للتربية. فإحنا بهاي الحالة راح نحميه من كل الجوانب، من الجانب الاجتماعي، نحميه من الجانب الثقافي، نحميه أيضا ونخليه يحسن الجانب المادي إله والأسرته. يعني قد يكون هو من أسرة يعني تكون متوسطة الحالة، مثلا الأب عنده راتب معين أو تقاعد أو الأم، فهذا يساعد على تحسين المستوى المادي للأسرة، إضافة إلى أنه راح يكون يعني هو عامل إيجابي للمجتمع. الطالب من يعمل ويقدم منتوج راح يساعد على تحسين الجانب يعني المنتجات المحلية، مثلا يعمل في مصنع أو في معمل أو في القطاع الخاص مع يعني صاحب محل أو صاحب شركة، فهذا كله يساعد على إنماء الجانب الصناعات المحلية، إضافة إلى أنه المجتمع راح يكسب إنسان إيجابي، إنسان يعني يقدم مورد للدولة للمجتمع وأيضا لأسرته. أيضا راح يساعده على أنه يتعلم مهنة أو صنعة مثل ما نقول في يعني العامية. هذا كليته إلى مدلو يعني مردود اجتماعي جيد ومردود مالي، وأيضا راح ينمي شخصية هذا الطالب، راح يشعر الطالب بالمسؤولية. إضافة إلى هذا أنه إحنا حميناه من المجتمع الخارجي، منه أنه يخرج إلى الشارع، فهذه كلها أشياء مفيدة إحنا لازم نعلمها للطالب، للمراهق، للبالغ في كل مراحل عمره، أنه يبرول حياته بشكل إيجابي، ما نتركه عند ميوله ورغباته وإلى يعني أصدقاء السوء والبيئة اللي هي قد تكون محيطة به. فإحنا دائما إذا عملنا إلى جدول مبرمج للعطلة راح يتنظم في حياته اليومية، أيضا راح تتنظم حياته، من راح تجي يعني يرجع إلى النشاط الدراسي راح يكون أكثر حافز إلى أنه يقدم أكثر، لأنه هو جرب العمل وحس بالمسؤولية، حس بأنه هو إنسان مفيد في المجتمع، فهذا كله راح ينعكس إيجابي على حياته وعلى نشاطه الدراسي وعلى تقدمه في المستقبل. وشكرا حبايبي.